السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. زي ما وعدناكم في نهاية الفصل الدراسي الأول هيكون في مفاجآت كتير في الفصل الدراسي الثاني. أول مفاجأة في الفصل الدراسي الثاني إن إحنا إن شاء الله هنشرح لك المنهج بالكامل في القناة، شرح قراءة وكلمات وقواعد، وهنحل من الملزمة أو من الكتاب الخاص بينا. والكتاب ده اللي احنا هنشرح منه دلوقتي وهنشتغل منه في الفصل الدراسي الثاني على القناة للمنهج بالكامل بإذن الله. هسيب لك من الوحدة الأولى. الوحدة الأولى نزلها لك كاملة في صندوق الوصف، وحابب تحملها وتتابع منها ماشي. اللي محتاج النسخة كاملة من الكتاب عشان يتابع في معانا، تقدر برضو في رقم هسيبهولك في صندوق الوصف، تقدر تتواصل معاهم وتاخد نسخة أصلية بسعر رمزي جدا، سعره بسيط جدا خالص، أي حد يقدر ياخده. تاخد نسخة PDF، نسخة أصلية حابب تطبعها أو تتابع منها من على الكمبيوتر أو من على الموبايل، مفيش أي مشكلة، علشان دي الملزمة إن شاء الله. والكتاب اللي احنا هنشتغل منه للفصل الدراسي الثاني مش كبير، علشان انتوا عارفين الترم قصير جدا. يلا نبتدي مع بعض النهاردة درسنا الأول والتاني. أول وحدة عندنا في الفصل الدراسي الثاني طبعا بتبقى يونت 7، الوحدة السابعة. عنواننا طبعا تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا and و the future، التكنولوجيا والإيه والمستقبل. تعالى بقى كده ركز لي، قول معايا، قرر الكلمات دي تحفظها كويس، الكلمات دي تتذاكر كويس جدا. invention، invention جاية من الفعل يخترع اللي هو اسمه invent. خلي بالك عشان في كلمة شبههم تاني اسمها invite، إنما invite دي يدعو والاسم إنها invitation، إنما دي invention. delivery، delivery اللي هو التوصيل. invent هي جات اللي هي يخترع. headphones، headphones سماعات الأذن. businesses اللي هي أعمال تجارية. resources، resources مصادر. translate، translate يترجم. traveling، traveling السفر. research، research بحث. motorbike، motorbike دراجة بخارية. pollution، pollution اللي هو التلوث. machine، machine آلة. helicopter، helicopter طائرة مروحية. correction، correction تصحيح. hope، hope يأمل. push، push يدفع. technology، technology تكنولوجيا. type اللي هي نوع، وغالبا بتاخد حرف الجر of، type of. speed، speed سرعة. translation، translation الترجمة. real حقيقي. app اللي احنا بنقول عليه application تطبيق. description، description وصف. wings، wings أجنحة. solar panels، solar panels ألواح الطاقة الشمسية. coat، coat معطف أو بلطو. predict، predict يتنبأ. electricity، electricity اللي هي الكهرباء، أو اللي هو يدين لي يعني عليه دين لحد معين. الأفعال بقى اللي احنا ناخد بالنا منها، الأفعال الغير منتظمة. know، knew، known يعرف، الكلمة مش بتتنطق. wear، wore، worn. feel، felt، felt يعني يرتدي، وفيل يعني يشعر. find، found، found اللي هو يجد. drive، drove، driven اللي هي يقود. fly، flew، flown اللي هي يطير. طيب نيجي بقى للتعريفات، ودي الكلمات اللي هي بيبقى لها تعريف ركز عليها جدا، ما تحفظش التعريف بس ركز على الكلمات قوي، الكلمات دي بيجي منها في الامتحان على طول. كلمة helicopters اللي هي الطائرة المروحية. a form of transport، يعني ايه form of transport؟ وسيلة مواصلات أو وسيلة نقل. that flies بتطير using long thin parts، يعني فيها كده أجزاء رفيعة on top of it that turn round اللي هي المروحة and round very quickly بتلف بسرعة. headphones سماعات الأذن. a piece of equipment معدات that you wear over your ears بتلبسها على الأذن so that you can listen to music تسمع موسيقى without anyone else hearing you من غير ما حد يسمعك. ده تعريف كلمة headphones اللي هي سماعات الأذن.
على بال تالت حاجة معانا كلمة app اللي هو التطبيق اللي عندك على الموبايل. A small computer program برنامج that you can use on a mobile phone على التليفون or other electronic device أو على الأجهزة الأخرى. device يعني جهاز. translate يترجم. changing words into a different language نغير نغير الكلمات للغة مختلفة تاني. موتور بايك ده اللي هو الدراجة البخارية الموتوسيكل يعني. a form of transport وسيلة مواصلات with two wheels فيها عجلتين and an engine وموتور أو محرك. حروف الجر بقى ناخد بالنا منها عشان دي بتعلمك تكتب صح وبتفيدك في الاختيارات. عندك at بتاخد حاجات كتيرة جدا في درس النهاردة. at the speed of بسرعة كذا. at the same time يعني في نفس الوقت. at home يعني في البيت. at the airport في المطار. at the school في المدرسة. at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. يبقى at بتاخد كل ده. طيب on the road. find out يكتشف. useful بقى تعالى بقى useful. لو قلنا useful for مفيد ليه. wait اللي هو ينتظر بتاخد for. good for جيد ليه. خلي بالك عشان في good at. good at دي بقى معناها كويس في حاجة معينة. good at running good at English. idea for يعني فكرة ليه. تمام. شوف بقى الجزء التاني. help to يساعد فيه. want to يريد أن. talk to يتحدث مع شخص. in بقى in different places في أماكن مختلفة. in the summer في الصيف. think of يفكر فيه. lots of كثير من. look through يتصفح. حوش النقطة دي بتاعت الدوت. translate into يترجم لي. change into يغير إلى. push into يدفع فيه. agree بتاخد حرف الجر إيه with اللي هو يتفق مع. الاكسبريشنز بقى تعبيرات. waste time يعني يضيع الوقت. طب waste money يعني فلوس يبقى يضيع فلوس. have money مع فلوس. have a choice له حرية الاختيار. have free time لديه وقت فراغ. have lots of sun كثير من ضوء الايه الشمس. make electricity يولد كهرباء. make a story يألف قصة. spend time يقضي وقت. spend money يصرف فلوس. save time يوفر وقت. save money يدخر مال. take turns يأخذ دور. go shopping يذهب للتسوق. get home يعود للمنزل. بعد كده عندي هنا بقى language notes. عندي كلمة hope بيجي بعدها فاعل. will والمصدر دي أتمنى أن. وممكن يجي بعدها فعل مضارع عادي. I hope أهو الفعل أهو they will build more schools أتمنى يبنوا مدارس جديدة أهو. we hope آية gets أدي مضارع the full mark. يبقى كلمة hope يجي بعدها فاعل بعد كده will أو فعل مضارع. طب لو قال لي hope to بقى يجي بعدها مصدر أتمنى أن I hope to be a doctor. prefer يجي بعدها ing I prefer playing أهو أو اسم. طيب في بقى prefer to مصدر we prefer to go to the park. طيب في بقى prefer verb زائد ing أو اسم to verb زائد ing أو اسم. معناها ايه يفضل شيء عن شيء يعني بيحب الحاجة دي أكتر من دي. I prefer playing football to playing chess كرة القدم أكتر من الشطرنج. عندي بقى would apostrophe d to المصدر I would prefer to eat pizza. try يجي بعدها ing معناها يجرب. you should try playing chess. طيب try to المصدر يحاول she tries to answer the question. spend لو جه بعدها time ing I want to spend my free time chatting. make يجي بعدها مفعول زائد صفة معناها يجعل. the film makes me happy الفيلم جعلني سعيد. يلا بقى كده اشرح لك دروس القراءة ركز معايا عشان ما تحتاجش انت تقراها تاني. this clever jacket بيتكلموا عن الجاكيت. use an app to make you warmer الجاكيت ده حديث جدا في تطبيق من جوه برنامج يعني بيغير درجة الحرارة بتاعت الجاكيت. when the weather is cold لو الطقس برد يبقى انت بتشعر بالدفء. when these headphones hear another language تاني حاجة غير الجاكيت سماعات الأذن
لما بتسمع لغة they can translate it into your language، تغيرها للغة بتاعتك على طول. change roads into solar panels، بيعملوا طرق طاقة شمسية. this invention uses strong glass، إزاز قوي that you can drive on and make electricity at the same time، وانت ماشي عليه بيولد طاقة حرارية. is it a motorbike؟ نيجي بقى، هل ده موتوسيكل؟ is it a helicopter ولا هليكوبتر؟ no this invention is a half motorbike، نص موتوسيكل and half helicopter، نص هليكوبتر. it can push you into the air، شكل الموتوسيكل بس في مروحة بيطير. at the speed of fast car. واحد يقول لي ايه ده، هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجات فيها تكنولوجي عالية جدا وهتستخدم بكثرة في المستقبل. نيجي بقى نتكلم عن الشوبينج اونلاين، التسوق الالكتروني. يا ترى انت yes or no، مع ام ضد؟ تعال نشوف رأي البنت الاولانية انجي، بتقول I love، انا بحبه. تعال نشوف، عشان ممكن يقول لك اكتب باراجراف عن الاونلاين شوبينج. shopping online is great، رائع. firstly it saves me time، بيوفر الوقت. I don't want to spend lots of time traveling to the shop، مش بحب أقضي وقت كتير أروح المحلات. I can stay at home، ببقى في المنزل and buy the things، واشتري الحاجات I want in a few minutes، في دقائق قليلة. Secondly، ثانيا I have more choice online، في اختيارات كتير. Also if more people shop online، لو ناس كتير عملت كده there will be fewer cars on the road، تبقى سيارات قليلة and less pollution، وتلوث قليل. I'll do all my shopping online، هعمل كل الشوبينج بتاعي اونلاين when I am older، لما أكبر. ده رأي إنجي بتدافع عن التسوق الإلكتروني. تعالوا بقى نشوف رأي مين. رأي باهر، بيقول I prefer، أنا بحب going to real shops in my city، لا أنا عايز محلات حقيقية. ليه؟ Every time I buy clothes online، أنا كل ما أجيب حاجة أونلاين the thing that I buy is wrong، الحاجة اللي أجيبها تطلع خطأ. at a shop، في المحل I can see what I am buying، بشوف اللي أنا عايز أشتريه and I can try it first، وأجربه. also I don't like to waste time waiting for a delivery، مش عايز أضيع وقت في انتظار الدليفري. I want things now، أنا عايز الحاجات على طول. if everyone shops online، لو كله تسوق the shops in our towns، كده المحلات اللي عندنا and cities will close، هتقفل. if they close، لو قفلت then lots of other businesses، شغل كتير like cafes will close، زي الكافيهات هيحصل لها ايه؟ هتقفل. اخر حاجة بقى ده درس استماع. اتنين بيتكلموا بعض، محادثة. الأم بتكلم أحمد، بتقول له أحمد your phone will arrive in England at 11، أو سوري your plane، الطيارة بتاعتك هتوصل الساعة كام؟ 11 إنجلترا. قال لها who will meet me at the airport if the plane's late؟ يا ماما مين اللي هيستناني هناك لو الطيارة اتأخرت؟ مامته قالت له أنكل سامي، عمك will wait، سوف ينتظرك for you don't worry، ما تقلقش. أحمد بيقول لها what clothes will I wear if it's cold؟ لو الجو برد يا ماما ألبس إيه؟ مامته قالت له you have a big coat، مع جاكيت كبير but it will be warm inside. أحمد قال لها who will I talk to if I don't know anyone at the school؟ لو المدرسة أنا معرفش فيها حد أتكلم مع مين؟ مامته قالت له there will be lots of new students، هيبقى في طلبة كتير جداد. they will be very friendly، هيبقى مودودين معاك ما تقلقش. فأحمد بيقول لها what will the teacher say if I don't understand the lesson؟ لو أنا مش فاهم الدرس أقول إيه للمدرس؟ مامته قالت له he or she، لو كان مدرس أو مدرسة will help you to understand، هيساعدك ما تخافش. أحمد بيقول لها what will I eat if I don't like the food؟ لو أنا مش عاجبني الطعام اللي هناك أعمل إيه؟ مامته قالت له aunt جودي خالتك will cook Egyptian food، هتعمل لك طعام مصري. but you should try English food too، لكن ده ما يمنعش اللي انت لازم تجرب الطعام الانجليزي هناك. طيب وقف بقى هنا الفيديو كده، حل معايا، احفظ كلماتك، تعال نحل بقى نتدرب. This email is in Spanish، الايميل ده باللغة الاسبانية. Are you able to note it for me؟ هل انت تقدر ان انت نقط؟ يا ترى بقى taste ولا say ولا translate ولا waste؟ احفظ كلماتك. taste يعني يتذوق، say يعني يقول، translate يترجم، waste يضيع. طبعا بالاسباني بيقولوا تقدر تترجمه. are equipment معدات that it changes the sunlight into electricity، حاجة بتحول ضوء الشمس للكهرباء. موبايل فون التليفون، solar panel ألواح الطاقة، موتور بايك
الموتوسيكل. كمبيوتر، الكمبيوتر طبعا ده السولار بانلز. ألواح الطاقة الشمسية. I have many، أنا عندي many on my mobile phone that help me with my study، بتساعدني في المذاكرة. machines، icons، apps، tabs طبعا معايا على الموبايل apps تطبيقات بتساعدني في الايه، في المذاكرة. بعد كده بيقول لي solar not make energy from the sun، بتستطيع توليد الطاقة من الشمس. turbines ولا instrument ولا panels ولا tools، اللي بتولد الطاقة من الشمس اللي هي السولار بانلز، انما solar turbines ده اسمها wind turbines اللي هي طواحين الايه، طواحين الهواء. I would like to a machine to tidy my room، انا عايز نقط آلة ترتب لي الأوضة. invite يدعو، invent يخترع، travel يسافر، disappear يختفي، يبقى invent يخترع. do you that the weather will get hotter in the future، الطقس هيبقى حر في المستقبل. predict تتنبأ، prevent يمنع، prepare يعد، proud فخور، يبقى do you predict، هل تتوقع ان الطقس هيبقى حر. planes الطائرات، موبايل فونز التليفونات and helicopters are great، الحاجات دي great ايه. views منظر، inventions اختراعات، invitations دعاوي، pollutions تلوث طبعا دي تعتبر ايه، inventions. يعني ايه inventions؟ اختراعات. ركز بقى كده معايا في الملزمة. يبقى أنا حليت معاك لحد صفحة كام؟ 4. طيب هديك بقى واجب، والواجب ده هنعرفه ازاي؟ هعمل لك الفيديو القادم حل الملزمة، حل الدرس الأول والتاني من أول صفحة 5 أهو. احفظ كلماتك أهو. هنا دي القاعدة طبعا بتاعت ويل، ومشروح عندك فيديو في القناة أهو من أول صفحة 5. السلام عليكم أعزائي. عفوا اهو من اول صفحة 5 عندك في جزئية فوق اهيت هتحلها اهو، الجزئية اللي فوق ديت، وبعد كده هتكمل بقى بعد القاعدة بتاعتك هتلاقي برضو تمرينات تاني اهو. كل ده 6 اهو، وهنا ده كوريكت تصحيح، كل ده هيتحل تمام. وزي ما قلت لك، وبعد كده عامل لك انا اختبار صغير كده بقى على ايه، على 1 و 2، على كل الكلمات وكل القواعد، اي جزء القواعد الموجودة عندك لحد صفحة كام، وصولا لصفحة 10. يبقى الواجب الهوم وورك من صفحة 5 لصفحة كام، 10. الفيديو القادم ان شاء الله هحلل لك الكلام ده كله. تأكد من إجاباتك. اللي عنده مشكلة في أي سؤال اكتب لنا في التعليقات. منتظرين دعمكم. لو حابين نكمل المنهج بالطريقة دي مع بعض يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.